الفيديو ده للناس اللي الكريمه ما بتظبطش معاها وعلى طول بيشتكوا ان الكريمه بتسيح منهم وما بيعرفوش يحشوا بيها تورت ولا يجلسوا بيها تورت ولا يستعملوها في الحلويات. النهارده ان شاء الله هنعمل الكريمه مع بعضينا وهنشوف هنوصل للقوام المتماسك جدا ده معانا زي ما انتم شايفين كده، وايه الخطوات اللي هتنجح معانا الكريمه وتخليها متماسكه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. دلوقتي هنسمي الله ونجيب كوبايه من الكريم شانتيه. انا جايبه كوبايه من الكريم شانتيه الخام بدون سكر، واحط كمان مع الكوبايه اللي معايا معلقه كبيره من الباستري كريم. لو ما عندكيش باستري كريم ممكن تحطي معلقه كبيره من لبن البودر، ودي فايدتها ان هي بتخلي الكريمه بتاعتي متماسكه وبتخلي كمان الطعم غني شويه. كوبايه الكريم اللي معايا هتاخد لها تلت كوبايه من السكر الحبيبات، هناخدهم في العجان. وكوبايه الكريمه هاخد لها كوبايه ونص من الميه المتلجه، ودي اهم تركه في ضرب الكريم شانتيه. لازم يكون في الميه تلج، يعني ما ينفعش نضربها بميه ساقعه وخلاص، لازم يكون معانا تلج. بعد كده هاخد الميه والسكر اقلب الميه مع السكر شويه مع بعضيهم، وبعد كده بنزل عليهم بالكريمه اللي معايا. بحط كوبايه الكريمه واحط معلقه الباستري كريم الكبير، وزي ما قلت لك لو ما عندكيش باستري كريم يبقى معلقه لبن بودر، او لو عندك معلقه قشطه برضو ممكن تحطيها. احنا عايزين حاجه تخلي الطعم حلو وتخلي الكريمه بتاعتنا متماسكه. بعد كده هناخدهم بقى ونضرب فيهم، وطبعا لو ما عندكيش عجان يبقى بالمضرب الكهرباء عادي جدا طبعا، او ممكن بالمضرب السلك العادي، بس في الحاله دي هياخد وقت معاكي شويه. يعني مضرب السلك يضرب برضو الكريمه بس هياخد وقت شويه معاكي، لكن بصراحه احسن ضرب للكريمه وعن تجربه اللي هو في العجان. ليه؟ لانه بيدخل كميه هواء كبيره جدا للكريمه، بيخلي الكريمه تنفش معاكي كتير، وكميتها كمان بتتضاعف معاكي كتير جدا. لان طبعا ضرب الكريمه بيبقى واقف على دخول الهواء في الكريمه نفسها. كل ما الكريمه بتاخد هواء وبيدخل جواها هواء كل ما بتنفش معاكي وبتضاعف كميتها وبتديكي كميه زياده، وطبعا بتبقى متماسكه. واهم حاجه طبعا ان يكون تلج، ان هي تكون مضروبه بتلج، سواء بقى تضربي بميه سواء تضربي بلبن، لازم أن يكون فيها تلج عشان يخلي الكريمه على طول تتماسك مع بعضها. وكمان لما تيجي تجلسي بيها تورتايه او تحشي بيها تورتايه ما تفكش منك وما تسحش منك. وزي ما انتم شايفين الكريمه بتاعتنا متماسكه ازاي، وكمان حجمها اتضاعف جدا، وده كله عشان ضربناها في العجان ودخلنا فيها اكبر كميه هواء. وكمان الكريمه متماسكه معانا جدا زي ما انتم شايفين، ومدين لها مقدار ميه مظبوط، وكمان ميه فيها تلج. لازم يكون الميه فيها تلج زي ما قلت لكم. وطبعا لو ما فيش عجان يبقى نضربها بالمضرب الكهرباء بس نضاعف الوقت، يعني نديها وقت اكبر شويه عشان تتمسك معانا وتدينا القوام الجميل ده. اظن كده تحشي بيها التورته وتجلسي بيها التورته، مفيش بعد كده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدخلي قناتي تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك منا جميع وصفاتنا.